مساء الخير. انتشر في الفترة المؤخرة فيديو لسيدة مصرية اتفاجئت باقتحام زوجها وأهله بادعاء إن دي زوجته الجديدة وإن ده قرار تمكين صدر لزوجته الجديدة، على الرغم من حصول الزوجة الأولى على قرار تمكين وتمكنها بالفعل من مسكن الزوجية. تعال بسط لك اللي حصل ده. وطبعا توجهت كل التساؤلات لقصور في قانون الأحوال الشخصية ووجود خلل تشريعي في قرار التمكين لأنه ما قدرش يحمي حق الست. تعال في الفيديو تعال بسط لك بشكل قانوني بسيط ايه اللي حصل وايه التفاصيل اللي ادت للنتيجة اللي كلنا استأنا من بشاعة المنظر. اللي حصل باختصار ان الزوجة الاولى تحصلت بالفعل على قرار بالتمكين بالمشاركة بين زوجها لسببين: يا اما لسه العلاقة الزوجية مستمرة او العلاقة الزوجية انتهت يا بالطلاق او الخلع وما انقضتش لسه اشهر العدة اللي هي 3 شهور من تاريخ الطلاق او 3 شهور من صدور الاحكام. فقام الزوج شغل دماغه وتزوج بزوجة جديدة، زيادة في زوجته الأولى اتجوز زوجة تانية وخلى زوجته التانية ترفع عليه قرار تمكين عن نفس مسكن الزوجية اللي هو أصلا بتاع زوجته الأولى. وبعد ما الزوجة شرعت في اتخاذ إجراءات قرار التمكين لمسكن الزوجية اللي أصلا تمكنت منه الزوجة الأولى، راح جاب شهود زور شهدوا إن مسكن الزوجية ده نفسه هو ذاته المسكن للزوجة التانية. كل ده يا فندم والزوجة الأولى ما عندهاش علم خالص ولا متابعة أي خبث أو أي مكايدة ليها دبرت من زوجها. يا فندم تم في غفلة تامة أو حسن نية بالبلدي من الزوجة الأولى. طيب نعمل إيه عشان ما نقعش في المشهد المأساوي اللي كلنا شفناه؟ المكيدة دي عشان نشوف النتيجة اللي شفناها في الفيديو اللي حضراتكم شايفينه. وعلشان ده ما يحصلش لازم أي ست حصلت على قرار تمكين تخلي بالها من حاجتين دول: هيروح جوزك من وراكي يعمل قرار تمكين عن نفس مسكن الزوجية عشان يحصل على قرار تمكين بالزوجة الجديدة. أو الحاجة التانية يخلي أمه أو أبوه يرفعوا ضدك دعوة بالطرد أو الفسخ باعتبار ان الشقة دي على الرغم انها ملكه ولكن هيقول امام المحكمة لا ده الشقة دي ملك ابويا او ملك اخويا. كل ده يا فندم حيل قانونية كفلها القانون او مكايدات ممكن الست تتعرض ليها. كده لو حصلت على قرار تمكين سواء بالمشاركة او منفردا لازم تتتبعي اي قرارات تمكين تصدر ضدك، توجه للمحكمة والكشف عن بطاقة الرقم القومي ليكي وللزوج. ولو في اي قرارات تمكين صدرت في غيبتك على طول تروحي تعملي تظلم امام المحامي العام او دعوة امام قاضي الامور المستعجلة. وخلي بالك ان الحاجات دي ليها مواعيد وليها ضوابط، لازم تكوني مفتحة عينك كويس جدا. حاجة لو اترفع على مسكن الزوجية دعوة بالطرد او بالفسخ خلي بالك كويس جدا هتتدخلي هجوميا في الدعوة دي وهتدفعي بصورية العقد المقدم. النصايح دي مهمة جدا لأي سيدة تعرضت لمشاكل أو خلافات زوجية أدت بيها إنها راحت للمحاكم. فلازم تكوني واعية كويس جدا ومتتبعة أي مكايدة تتدبر ليكي في غيبتك. أو نشير الفيديو ده وابعته لأي سيدة اتخذت في إجراءات التمكين من مسكن الزوجية، ولو في أي تساؤلات نقدر نساعد بيها احنا مش متأخرين.